يا صباح الرواق ويا صباح النشاط ويا صباح ريحة القهوة ويا صباح البحر، يا صباح الأجواء الحلوة. شي بياخد العقل يا صبايا. شلونكن؟ طمنوني عنكن، ايش الأخبار؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. واشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد كالعادة. بس خلونا نبلش الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد ونذكر الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أتمنى يا صبايا إذا كنت جديدة في قناتي فلا تنسي تشتركي وتفعلي زر الجرس لحتى يصلك كل شي جديد أنا بنزله. مثل ما شفتوا فقت الصبح جوزي فيقني من الساعة 4:30 الصبح يا صبايا. يعني هون كان مصباحنا يعني هون بمرسين، وقال لي قومي ساوي قهوة خلينا نشربها. يعني الجو كان الصراحة بياخد العقل بقى. مثل ما شفتوا أول ما سويت القهوة كان الجو لسه عتمة يعني، فسويت القهوة وباركنا. عن جد كان الجو لك ريحة البحر تاخد الأجواء. عن جد شي بخليك تفيقي بكير وما تتكاسلي، يعني انك تفيقي وتعملي قهوة وتشربيها على البلكون على هالأجواء الحلوة. فكتير كان رواق وأجواء حلوة كتير كتير، فحبيت أخذ هيك صباحي معكم أو شاركه معكم. فمثل ما شفتوا بعد ما شربنا القهوة وجهجه الضوء يعني طلع علينا الضوء، قمت عملت لي شطفة للبلكون لأني شفته قبل بالنهار كنت يعني ماسحه الاراضي كلياتها، بس فقت الصبح عملت لي شطفه للبلكون لاني قبل بالنهار تسبحوا الاولاد بدي انشر غسيل، حتى الحرف البلكون غسلته. فمثل ما شفتوا شطفت الارض وحطيت وجبه غسيل وبلشت بطبختي. احنا يا صبايا من عشاق المعكرونه، انا وعائلتي من عشاق المعكرونه. هلا جوزي ما بحبها كتير ولا برغبها يعني، بس انا واولادي كتير بنحبها، وانا استقصدت اجيبها من غازي عنتاب. فقبل بالنهار قبل الفيديو هذا شاركت معكم اني كنت يعني سويت عشانها لحمه شقف وإلها بس بهار وملح، عرفتوا؟ فزاد عندي يعني ما اكلناها. كنا فقت الصبح قلت لحالي بدل ما اعملها بلحمه ناعمه قلت لحالي بعملها باللحمه الشقف. يعني دبلت البصله على طرف وعملت الصوص شفته وطبقت المعكرونه، فكانت كتير كتير طعمتها طيبه. عن جد بتعرفوا اكلنا نص باكايه المعكرونه يعني عاد ما كانت طيبه. ما بعرف يمكن الاجواء كانت هيك بتخليكي انك ترغبي تاكلي يعني عن الاجواء الحلوه. شايفين هذا الواقي الشمسي يا صبايا؟ حبيت اشاركه معكم وافرجيكم نوعيته. هلا هذا انا اخذته من فارمسي، كتير نوعيته حلوه الصراحه، كتير كتير ممتاز عبالكم. فانا بنصحكم تجربوه يعني، حتى مو بس بصير للبحر حتى بالايام العاديه. فحطيت منه الي لاولادي يعني شي ما ننحرق، والله وكيلكم انحرقنا حرقه على الشمس. والله بحكي لكم ليش. فنزلنا نتمشى وصورت الاولاد واشترينا لنا البوظه. شوفوا الاجواء. Yakalayamıyor onunla, bak 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 abi. Getir bakalım. Şimdi yakalarsa diyorum, çabuk ol. Fırat değil mi? Aynen. Evet. Huy. Şiri yardım. Şöyle buyurun. Aman yakalayamıyor abi bu. Buyur. Afiyet olsun. Al bakalım al. Ay! Yorduk onda. Tut. Afiyet. لك شايفين يا صبايا على هالاجواء الحلوه؟ عن جد عندي كل ضحكه من ضحكه ولادي بتسوى عندي الدنيا كلياتها. وقت اللي بشوفهم فرحانين ومبسوطين انا وابوهم كاني الفرحه لنا. فالله يخلي لنا اياهم ولا يحرمنا منهم يا رب. فمثل ما شفتوا هلا شوفوا بياع البوظه كل مره بنشوفه على التليفون بنسمع اني هيك بعمل حركات للاولاد. اول مره بنشوفها والاولاد كتير كتير انبسطوا فيها. بعدين يلا حبيبي يلا حركات. شوي شايفين الهواء ياخذ العقل. حبيت اشارككم يا صبايا، اعطوني رايكم. يا سلام شلون الاجواء، ما كانكم معي. اماني ها والله الجو بياخذ العقل.
اللي عباله لا يحرم حاله، اللي تسحله طلعه يطلعها ما يستنى. مثل ما شفتوا بعد ما انختم نهارنا بتمشي حلوة بأجواء بتاخد العقل، فهون وصلنا للسوق، فقلنا نتمشى ونشوف ايش في ما في عندهم بالسوق، لأني الصراحة ولا مرة ما نزلت على سوق مرسين إن كان بالبلد ولا هون. فالصراحة ما حبيت لبس كهون، نحن بقلعة البنت منطقة سياحية ما لقيت شيء أبدا أبدا، يعني ما لقيت شيء عجبني نهائيا. بس قلت يلا منا تمشي منا الواحد بيستكشف الأماكن، يعني ما بخلي بنفسه شيء، يعني الواحد عم بتمشى. فقلت الواحد بتفرج لعل وعسى يعجبه شيء، فما لقيت شيء الصراحة. بجينا لهون على هذا المحل شايفين، فكتير لقيت عنده شغلات حلوة. أنا يا صبايا من عشاق شيء اسمه شغل البحر، الصدفات، هالأمور هي عرفتوا. فأخذت هاي الصينية، عطوني رأيكم بالأغراض اللي رح أنقيها هلا. بس هدول حاضر ما هي نفسها؟ تقريبا ايه أخذتها. بدك إياها يعني؟ هيك هذا الزهري بلا هاد؟ ايه وهذا دقيق. الوحدة جنبي 15 بس كتير حلوات. توصفيني. حلوة. خذي بدك تاخذي خذي. أنا هلا بدي هدول أنا هيك. تمام. صلي هدول. اه 15 هي لمحة سريعة من برات المحل. Senin para 20 dirhem 65. 15 de bu. 80. Yok onda da har. Yok onda da har. شايفين السوق يا صبايا؟ هذا أكتر محل حبيته بكل السوق. قلت له لجوزي منيح مالي عايشة بمرسين، كان عملت لك أجواء بيتنا كله بحر وصدف وهالشغلات. بس عن جد أخذت مشتريات كتير حلوة إن شاء الله، بس أرجع على البيت رح أشاركها معكم. وهذا اللحم بعجين كنت عملته قبل ما أروح، طبعا عملته على إيدي بس خبزناه بالفرن عند الزلمة يعني، بس أما التتبيلة واللحمة وكله بالبيت. أنا مستحيل آكل لحم بعجين يكون جاهز أبدا أبدا، لأني والله يا صبايا ما بتعرفوا إيش محطوط بقلبه أو إيش اللحمة يعني المحطوطة. فأنا قلت لكم أنا أخذ اللحمة معي، فعملت كذا أكلة فيها الحمد لله رب العالمين. فجهزت اللحم بعجين عفته مغطى يعني، ورحنا وجيت لقيته بوقته جينا تعبانين وجوعانين، بتعرفوا أنتوا تمشي وهالقصص. فلقيناه مثل لقمة الغلا هيك. روبت اللبن وكانت الصفرة بتاخد العيل. هلا ليش مروبة اللبن بالطنجرة؟ لأني لا في سطل ولا في تقلي ولا في شيء أبدا أبدا. بس يلا الحمد لله كله نعمة كريم. وهيك كانت سهرتنا آخر الشي على البلكون أنا وجوزي. هلا أول نهار والتاني يا صبايا نسهر على البلكون، بعدين صرنا نسهر على الشاطئ، فكمان كانت الأجواء كتير حلوة والسهرة حلوة. ولهون يا صبايا بكون خلص الفيديو، بتمنى يكون عجبكم وقضيتوا نهار حلو معي. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، والمي مشتركة في قناتي فبتمنى تشترك كمان، وتكتبوا لي تعليقات حلوة من تحت إيديكم. وبحبكم كتير كتير، وبشوفكم في فيديو جديد، وسلامات.